السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من تحضيراتنا لشهر رمضان المبارك. اليوم إن شاء الله نسوي وياكم السمبوسة. هنا عندي كيلو طحين. اليوم إن شاء الله أسويها بكيلو طحين، يعني كمية هواية حتى نجمدها لرمضان إن شاء الله. هنا أنا استعمل عجانة، أنت ممكن تعجنوها بإيدكم. هنا خليت على كيلو الطحين ملعقتين صغار ملح وملعقة كبيرة من السكر، وبعدين أقلب هاي المواد الجافة، وبعدين أضيف سمنة. عندي هنا نص كوب سمنة أنا ذوبته، بس يعني تركته يبرد مو حار، ممكن تستعملون زيت أو زبدة. وهنا أبدي أداخل السمنة ويا الطحين، وبعدين أضيف المي. هنا أني خليت مبدئيا كوبين مي، وأشوف إذا احتاجت أكثر ممكن أضيف، يعني حسب نوع الطحين. والمي عادي يعني من الحنفية، لا بارد ولا حار. استمر بالعجن إلى أن تتجمع عندي العجينة. هنا عندي احتاجت العجينة بعد مي، لأن بعدها ما تجمعت، فخليت لها ربع كوب مي واستمر بالعجن. إذا شفتها تجمعت هذا هو، ما أضيف بعد مي، لأن ما أريد العجينة تكون طرية. المعروف عن عجينة السمبوسة تكون متماسكة وقوية شوية، يعني تختلف عن المعجنات وتختلف عن عجينة الفطاير، فتكون شوية ناشفة. يعني مجرد ما نشوفها اتجمعت هذا هو، بعد ما نضيف لها أي مي. وهسه أشوفكم قوامها شلون لازم يكون. هيجي لازم تكون العجينة قوية، لأنها بعد ما نريحها تطرى عندنا شوية. وشفتوا العجانة شلون يعني ما بيها أي طحين، يعني معناها إنه العجينة انعجنت عندنا زين. شوفوا شلون تكون. أحاول أجمعها وبعدين أخليها بكاسة. شوفوا شلونها. هاي احنا راح نتركها ترتاح، يعني ممكن حتى نسويها قبل يوم. خليتها هنا، هذا هو الشكل اللي شوفوها. أخليها بكاسة وبعدين أغطيها بنايلون غذائي، وأتركها إلى أن ترتاح عندنا، يعني ما يصير نشتغل بيها مباشرة لأن ما تنمد عندنا، فلازم نتركها ترتاح. أغلفها هنا بنايلون وأتركها ترتاح تقريبا من نص ساعة إلى ساعة، أو ممكن مثل ما قلت قبل يوم همين يصير، بس لازم تكون متغطاية على مود لا تيبس. وهنا حضرت الحشوة بالطاوة. خليت كمية من الزيت، وبعد ما حمى ضفت له نص كيلو بصل. أنا ثرمته بهذا الشكل ناعم، أريده يذبل، يعني مجرد يذبل، ما أريده ياخذ لون. من تشوفوه هيك صار شفاف وذبل البصل. هسه نبدي نضيف اللحم. الحشوة اليوم هي حشوة اللحم. خليت هنا نص كيلو لحم. اليوم حبيت تكون الكمية متساوية بين اللحم والبصل. أنا مرات أضيف نص الكمية بصل، بس اليوم ضفتهم متساويات. حسيت يكون الطعم هواية أطيب من نكثر البصل، بنفس الوقت يكثر لنا الحشوة. فشقد ما تقدرون كثروا البصل، ما يأثر على الحشوة، بالعكس ينطيها طعم كلش طيب. نستمر بالتحريك إنه على حرارة وسط إلى أن ينشف عندنا اللحم ويستوي. ما يحتاج إضافة أي مي، لأن اللحم مثروم ناعم مثل ما تشوفون. أنا ثرمته. هنا ضفيت نص ملعقة أكل ملح، نص ملعقة أكل بهارات مشكلة، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. الملح ما أضيفه من البداية، يعني إلا أتأكد إنه اللحم استوى تماما يلا أضيف الملح. وأستمر بالتحريك إلى أن تنشف عندنا الحشوة وما يظل بها أي سوائل. آخر شي أضيف باقي من الكرفس مثرومة ناعم، ونطفي الطبخ، يعني بعد ما نحتاج إنه نطبخها. الحشوة عندنا هسه صارت جاهزة، نتركها تبرد. نفرغها بكاسة ونتركها إلى أن تبرد. ممكن نضيفوا لها أي مكسرات أنتو حابيها أو خضروات. وهنا عندنا العجينة بعد ما ارتاحت. شوفوا شلون صارت شوية طرية، يعني مو مثل ما سويناها بالبداية أول ما عجناها كانت شوية قوية. هسه هنا شوفوا شلون صارت. هسه راح تنفرد عندنا بكل سهولة. اخذ نصها لان مثل ما تشوفون الكمية هواية، يعني ما اقدر امدها كلها مرة واحدة، ممكن تيبس. القسم الثاني طبعا غطيته بنايلون، لازم نغطيه ونمتها. ومثل ما تشوفون العجينة ما تلزق ابد. شوفوها همين من مميزاتها ما تحتاج اضافة اي طحين، لان مثل ما تعرفون الطحين اذا نضيفه ممكن يبسلنا العجينة او يطلع اثناء القلي. شوفوها يعني قد ما اقلبها بكل جهة هو ما يلزق ابد، ما تلزق عندنا العجينة. احاول اخليها يعني من كل الجهات نفس السماكة تقريبا.
وهاي العجينة همين تنفع للبقلاوة أو للبورق. بعدين نقطعها دوائر. أنا عندي قطعة دائرية بس يعني هاي يعني إذا ما عندكم أي قطعة ممكن تستعملون أي طبق أو تستعملون كاسة حسب الحجم اللي انتو حابين تسوون بيه، كبار أو صغار. نبدي نقطع كل العجينة وبعدين نشكلها. شوفوا شلون العجينة أبدا ما تلزق بالمكان اللي نشتغل بيه، فلا ترشونها طحين. نجمع هاي العجينة اللي زادت وهمين نغطيها حتى بعدين نبدي نمتها، لازم ترتاح شوية. هنا حسيت القطع انه هي شوية تكون ثخينة فحبيت اخففها، وبعدين نخلي كمية من حشوة اللحم. مو كلها اني سويتها باللحم لان زادت شوية عجينة، فاخر شي حشيتها بالجبن. هنا لازم نسدها زين وبعدين نضغط على الاطراف هاي على مود ننطيها شكل الضفيرة. هذا هو الشكل التقليدي للسمبوسة الأصلية. شوفوا شلون. أو إذا حابين تستعملون القوالب أو تسووها مربعات أو تسووها مثلثات. هنا أسوي لكم واحدة ثانية. لازم تسدوها زين على مود لا تنفتح عندكم أثناء القلي أو أثناء ما إحنا نجمدها. شوفوا شلون لازم تخففوها على مود بعدين تشكلوها بهذا الشكل ضفيرة، أو ممكن إذا حابين بالشوكة تدوسون عليها وتكون عندكم السمبوسة جاهزة. والحشو أي حشوة انتو حابين، يعني مو شرط إلا لحم، ممكن خضار، ممكن جبن أو دجاج، فطر أو سبيناغ، يعني حشوات هواية. انتو اختاروا أي حشوة انتو حابيها أو متعودين عليها. هاي هنا ناخذهم طبعا ونخليهم على صينية. لازم يكون بالصينية نايلون، نكون فارشية بالنايلون على مود لا تلزق عندنا السمبوسة، ولو هي ما تلزق أبد، بس هذا هيك للاحتياط. هاي هنا أسوي وحدة وياكم أخيرة بالحشو مالت اللحم، وبعدين نشوف العجينة الزايدة. ممكن تخلوا لها مي يعني على مود تتأكدون أكثر إنه العجينة ما تنفتح عندكم. بهاي الطريقة أبدا ما تنفتح. شوفوا شلون بكل سهولة نشكلها وتنطينا شكل حلو مثل الضفيرة، ونغطيها من بنايلون وندخلها للفريزر. شو وقت ما نحتاج نطلعها ومباشرة على القلي، يعني ما ننتظرها إلى أن تذوب وهي مجمدة على الزيت الساخن. ها هي كملت عندنا أول صينية. وهاي هنا عندي هذا الصحن اللي تشوفوه همين حشيته باللحم. هذا شوفوا نفس الشكل سويته. والعجينة اللي زادت عندي حشيتها بالجبن. هاي همين نغلفهم بالنايلون وندخلهم للفريزر، ورا ما يتجمدون نخليهم بالأكياس. هاي هنا حضرت الحشوة الثانية اللي هي تشكيلة أجبان. ممكن جبن كريمة تستعملون أو جبن الكاسات، جبن القلاصات، أو ممكن تستعملون جبن المثلثات أو المربعات، أي جبن متوفر عندكم، قشقوان أو جبن الموتزاريلا. ممكن تسوون تشكيلة من الأجبان. أنا هنا هاي شكلتها بالقالب على مود أميز بيناتهم، أميز بين حشوة اللحم وحشوة الجبن. وهمين خليتهم على الصينية اللي يكون مخلي بها أني نايلون. بهذا الشكل أخليهم. هاي همين كملت عندنا سمبوستنا لهذا اليوم. مثل ما تشوفون صارت ما شاء الله كمية كلش هواية، من كيلو طحين قدرنا نسوي صينيتين. وهذا الصحن اللي تشوفوه قدامكم هسه جاهزة تدخل للفريزر. بس هنا أنا شوفتكم شلون تقلوها. لازم يكون الزيت غزير وساخن، وتقلبوها كل شوية. شوفوا شلون تعرفون إن العجينة ناجحة من تطلع عندكم هاي الفقاعات عليها، وعرفوا إنه العجينة ناجحة عندكم وتصير كلش مقرمشة وهشة وخفيفة. هاي هنا نطلعهم، طبعا نخليهم بمصفي، ما نخليهم على مناديل مطبخ على مود لا تعجن عندنا. هاي هنا همين خليت اني حشوة اللحم. طبعا اللي حشيتهم باللحم ما نفشت عندي مثل حشوة الجبن. شوفوا هنا خليت اللي محشية بالجبن.
شوفوها ما شاء الله شلون تنفخ عندنا وتصير يعني عبالك هيجي عجينة بقلاوة أو عوامات. شوفوا حتى ما تنقلب عندي من قد ما نفخت. بس شوفوا لي هاي العجينة اللي تجنن، شوفوا هاي الفقاعات اللي بيها، دليل على انه العجينة كلش ناجحة ومضبوطة. تحسوها كأنه عجينة بقلاوة، كأنه بيها طبقات يعني من نفتحها. شوفوا شلون كلش هشة وخفيفة. باعوا حشوة الجبن بداخلها، الجبن ويا الكرفس. وهاي هنا حشوة اللحم. ممكن انتو اذا حبيتوا تسووهم مربعات او تسووهم مستطيلات او مثلثات، يعني انتو تفننوا بعد بيها. المهم انا انطيتكم العجينة والحشوة، وانتو بعد سووا اللي يعجبكم. باعوا شلون هم الداخل. هاي هنا طبعا نحتاجها اكيد بالايام اللي جاية. شوفوا هنا حشوة اللحم. اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو واستفاديتوا منه، وتجربون وصفة السمبوسة وتنطوني رأيكم. والتقيكم بالفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.